أهلا بكم في بريس 23. موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الأسبوع: هل يتناول الإعلام العربي القضية الكردية بحياد وموضوعية؟ نناقشه مع الباحث الأكاديمي شيار عيسى من مدينة القامشلي السورية. أهلا بك دكتور شيار في لقاء الأسبوع. شكرا جزيلا على الاستضافة وأتمنى لكم دوام التوفيق. دكتور شيار، لو أبدأ معك بعنوان اللقاء: هل يتناول الإعلام العربي القضية الكردية بحياد وموضوعية؟ لا يمكن الحديث عن الإعلام العربي بمعزل عن قضايا الحريات والديمقراطيات في الوطن العربي. بعد تحرر البلدان العربية بعد الحرب العالمية الثانية تعاقبت أنظمة حكم غير ديمقراطية على تلك البلدان، وكان تناول تلك الأنظمة للقضايا الكردية بمنطق التخوين والعزل ومحاولة صهر تلك الأقليات القومية في إطار البوتقة العربية. وبالطبع باعتبار أن الإعلام لم يكن يملك متنفسا للعمل بحرية وبحياد وكان تابعا لتلك الأنظمة، ولذلك فمن الطبيعي أن الإعلام العربي كان يتبنى وجهة نظر تلك الأنظمة الغير ديمقراطية التي كانت تنظر إلى القضية الكردية بعين التخوين. ولذلك يمكن القول أن الإعلام العربي كان ينظر إلى القضية الكردية بعين التخوين والنظرة المسبقة والآراء المسبقة. طيب، كيف يمكن للإعلام أن يقلب الحقائق أو يشوهها لصالح جهة معينة؟ أليست مهمته نقل الحقيقة؟ الإعلام هي نقل الحقيقة، لكن في الدول الغير ديمقراطية، في الدول التي لا تملك إرث ديمقراطي، يتحول الإعلام إلى مرآة للأحزاب السياسية أو لأحزاب السلطة. في حالة الإعلام في المنطقة العربية، وبعد تطور الإعلام وبعد افتتاح قنوات جديدة، كانت تلك القنوات أيضا تمول من قبل جهات سياسية. تلك الجهات السياسية لها أجندات، وهذه الأجندات كانت دائما ضد مصالح الشعب الكردي، باعتبار أنه يوجد الكرد في 4 دول. الدول ال4 في المنطقة كانت دائما متفقة على اضطهاد الشعب. دكتور شيار، لو تحدثنا عن الطرف الآخر، هل الإعلام الكردي يتعامل مع القضايا العربية بحياد وموضوعية، أم أنها تتجه في بعض الأحيان إلى ردة فعل؟ الإعلام الكردي وضعه خاص، لأنه لم يكن يوجد هنالك إعلام كردي بكل معنى الكلمة إلا خلال السنوات الأخيرة. وهذا الإعلام هو ليس إعلام متطور، لا يستطيع مواكبة الحدث. وطبعا هو مهتم بالقضايا الكردية أكثر منه اهتماما بالقضايا العربية. لكن في الجزء الصغير المتعلق بالقضية العربية نستطيع أن نقول أنه أيضا هو نتاج لردة فعل، هو نتاج أيضا لسياسة شرق أوسطية تلغي الآخر، سياسة الشك والريبة تجاه الآخر المختلف. ولذلك يمكن القول أن الإعلام الكردي وإن كان أفضل من غيره، لكنه يتجه في الكثير من الأحيان إلى التعامل مع القضايا الوطنية بمنطق ردات الفعل. حدث مؤخرا وتحدث الكثير عنه عندما قامت إحدى القنوات العربية بطرد ضيفه الكردي وأمام الملايين من المشاهدين. هل هذه الواقعة مرتبطة بالقضية الكردية، أم أنها مجرد تصرف فردي من مقدم البرنامج؟ أعتقد أنه يمكن مناقشة ما حصل في قناة الجزيرة مؤخرا من منظورين. المنظور الأول هو سياسة هذه القناة التي يبدو جليا أنها بدأت بالتحرك باتجاه المحور القطري التركي منذ عدة سنوات. هذا المحور دأب باستمرار على تبني وجهة نظر خاطئة. من جهة أخرى يجب مناقشة سياسة هذا البرنامج. سياسة هذا البرنامج هي سياسة لإرضاء الرأي العام العربي الشعبوي باتجاه الشعبوي، برنامج يحاول إثارة الرأي العام، والمذيع معروف بأطروحاته، هو يستعمل هذه اللغة الشعبوية لتحقيق أكبر انتشار فإن ما حصل ليس بتصرف فردي، هو سياسة القناة، هو سياسة هذا البرنامج بالذات. وبالتالي فإن ما حصل في قناة الجزيرة لا يمكن فصله عن الاتجاه السائر في نسق تشويه القضية الكردية. الحلقة بالذات هو حاول دغدغة المشاعر القومية تجاه الشعب الكردي، حاول الاستهزاء بالقضية الكردية.
أنت كباحث أكاديمي كردي، عندما تطرح القضية الكردية في الإعلام العربي، هل يتم الفصل من جهة الموضوعية والحياد بالنسبة للأجزاء الأربعة؟ بمعنى آخر دكتور شيار، عندما تطرح قضية كردستان العراق، هل يتم طرحها كقضية أكراد سورية أم أنها تعالج كقضية كردية بشكل عام؟ قضية التعامل مع الأجزاء الأربعة لكردستان أو القضية الكردية بشكل عام أيضا لا تنفصل عن الموضوع العام، وهو موضوع تناول الأنظمة العربية والنظامين الإيراني والتركي للقضية الكردية. باعتقادي أن الأنظمة الأربعة التي ذكرتها تنظر إلى القضية الكردية في أي جزء من هذه الأجزاء بعين واحدة، أي أن تقدم ملف القضية الكردية في أي جزء يضر بمصلحة من منظور تلك الأنظمة، لكن لا أعتقد أن تقدم ملف القضية الكردية في أي مكان يضر بالأنظمة العربية. بالعكس، باعتقادي أن القضية الكردية ليست خطرا في الشرق الأوسط، ربما تكون خطرا على الأنظمة المضطهدة للشعب الكردي. على كل حال، يتم معالجة القضية الكردية في الإعلام العربي من هذا المنظور. الإعلام العربي التابع لأنظمة غير ديمقراطية يتعامل مع القضية الكردية وكأنها في أي جزء، وكأنها خنجر في جسم الأمة العربية، وهي ليست هل للإعلاميين الكرد أو الأكراد العاملين في الإعلام العربي دورا أو تأثيرا عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية؟ طبعا الإعلام الكردي أو الإعلاميين الكرد إمكانياتهم ضئيلة جدا، لا يوجد جهة تتبنى مؤسسة إعلامية قوية ناطقة باللغة العربية تستطيع التأثير في المشاهد العربي، وتستطيع التأثير في الإعلام العربي، والتأثير في وجهة نظر من هذا مرتبط بعوامل عدة، لكن أهمها هو عدم وجود تمويل حقيقي أو رغبة حقيقية في تبني هكذا مواضيع. لكن باعتقادي أن الإعلام الكردي يجب أن يلعب دورا كبيرا في التأسيس لحالة جديدة، منظور جديد للقضية الكردية من وجهة النظر العربية والإعلام العربي. كان معنا عبر الهاتف من مدينة القامشلي سوريا الباحث والأكاديمي دكتور شيار عيسى، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى لكم دوام التوفيق. شكرا لمن تابعنا في هذا اللقاء عبر بريس 23. حتى لقاء أسبوعي آخر، تقبلوا مني أطيب التحيات، دمتم برعاية الله.